عائدات يعني غير قانونيه، وحتى تتاجر اشياء غير قانونيه وتخلص هاد الناس وتمد رشاوي يعني لدولة تريد ان تكون مسيطرة افريقيا مثل ما هو الحال سياسيا على الاقل. وترى الخرجات الأخيرة للدولة الجزائرية في الأقل اقتصاديا، ترى بأن الطائرات الآن الانفتاح الكبير نحو التوجه الإفريقي. لا شوف حكيم، واش راه يدير الدوله الجزائريه، واش راهم يديروا الناس هذوما، سي دو موند ديفيرون. ما الناس هذوما ما قدروش يواكبوا هاد الاشياء هذو اللي راهم يديروهم، خاصه التسيير الجديد ما واكبوش. انا نشوفوا الدوله الجزائريه المكانه اللي ولات ليها والقيمه اللي ولات ليها. انا نشوفوا زيارات تاع رئيس الجمهوريه البلدان مهمه ومهمه جدا، لكن الناس هذوما بعد كل البعد حكيم. ما نقولوها بكل صراحه، الحق وقت واحد ما راهو في بلاصتو، وماشي غير لازم جاهز فيزيف كما قال زين، ماشي دوك هذا كانت عنده شجاعه وانسان محترم ونحييه. لازم الناس كذلك، كاين بزاف ناس في الفاف، كاين في الرابطه، كاين في مختلف الهيئات الرياضيه، في الاتحاديات، الناس لازم كاع يديروا كما دار جاهز بزاف باش ولا راح نعاودوا نولوا حكيمك تقول لي شكون هذا الانسان. انا نتحداك كون تعطيني كاش اسم راح يحظى بالاجماع كي فافيغ لونانيميتي. كاين اسم ما نجبدوه يكونوا بزاف ناس معاه، لكن عنده ماضي. ما نقدروش نديروا حاجه جديده بناس جازوا ديجا على كره القدم الجزائريه وعندهم ماضي. انا نقدر نقول لك بالك عندهم ماضي اسود في الكره الجزائريه. لازم ناس اطارات وكفاءات نظيفه وقادره. اطارات كاين لاعبين قدماء، كاين اللي عندهم، كاين اللي عندهم، راني جاي ليها. انا اللي حاب نطرح سؤال، علاش هذا المشكل مع اللاعبين القدامى اللي راه الناس كاع تشوف فيهم نقاط سوداء؟ هاي الكامرون على سبيل المثال، هاي دارت ايطو، والكوت ديفوار اللي راح حابه دير ديدرو. علاش حنا ما نخموش؟ شفنا الاطارات هذوما ما جابوا لنا حتى حاجه باستثناء واحد ولا زوج اللي داروا شويه اكثر من الناس هذوما اللي فاتوا مؤخرا. لكن علاش ما نمدوش الفرصه الان لكاش لاعب دولي سابق قيمة؟ على أي فرصة تتحدث؟ هل نحن في حقل تجارب؟ نحن الآن نجرب كأننا نجرب في انتخابات شخصية كبيرة وأرانب أخرى. نحن نريد شخصية كبيرة. هذه حقيقة. وبالجمعية هذه قائمة تاع الجمعية الانتخابية هذه تاع الفاف، ديجا هذه القائمة هذه لازم يعاد النظر فيها حكيم. كلش راهو فوق. ما نقدروش دوك نبنوا حاجه جديده وبصلبه على دي فيتيليتي هذوما. هل يجب الان ان تتغير النظره بان يكون رئيس الاتحاد اقوى بكثير يسير ما نحن نتطور عليه في المجال السياسي مثلا؟ حكيم، احنا لازم يكون عندنا مشروع. وشنو هو مشروع؟ الرئيس لازم يكون مشروع، ليس يعني شت كيما انت تبني نقولوا انفراستركتور، تبني يعني ملعب، ولا هو مشروع على مدى قصير متوسط البعيد، دير مشاريع وانت عندك نظره واش راك حاب، يعني وين راك حاب تلحق. حنا اليوم في ظرف تقريبا شحال نقولوا في هذه العهده الاخيره، شحال من رئيس؟ تقريبا 3 رؤساء. نعم. هل انت ب3 رؤساء تقدر تدخل هيئه كهيئه الكاف؟ ديجا الكاف تضحك عليك، لا تحفظ الاسماء اصلا. انت ديجا الكاف واش تقول لك؟ احنا الكاف نقولوها، احنا الكاف سلكناها، ولكن معليش احنا كما يقول لك مازال الوقت، لان مازال دوك الكاف هذه بالك نسات اليد اللي مدت لها الجزائر، لان هذا الشان كان راح يحبس. هذا الشان الناس دارتو في يعني خلاص دارتو في الدرج، كان راح يغلق الدرج ويحبس الشان. بفضل الجزائر وبفضل التنظيم العالمي موتسيبي يتكلم. حنا شفنا يعني الرئيس، انا اللي تقريبا وليت ما نحبش حتى ذكر اسمه، تاع الجيران اللي قال هذا الشان تحبس، ولكن بفضل الجزائر موتسيبي عاود حساباته، قال لك لا الشان هذا يقعد، لان شاب اللي دخل له مداخيل كبيره، عنده فيزيبيليتي، وعنده يعني الاوروبيين ياتوا باش يشوفوا اللاعبين المحليين فرصه لبروز هاد اللاعبين. ولذلك سامحني احنا باش نولي يعني الجزائر. ما الذي لم يفعله جهيد سفيزف؟ اليوم ما الذي لم يفعله جهيد سفيزف؟ اليوم انا نقول لك واش ما فعلش جهيد سفيزف. جهيد سفيزف يعني ما قدرش في هذا الظرف. نقول لك انا اللي يعرف جهيد كانسان، جيد ماهوش من الناس اللي عنده هذاك يعني يروح يتكلم يعني لا كومونيكاسيون هو لو مايون فور تاع. لازم يكون رئيس يكون عنده هذاك لو كونتاكت يتكلم مع الناس يعني بور بيرسوادي هاد المسؤولين. شحال من رئيس فيدراليه افريقيه في كره القدم جاي للجزائر في الشان. الرئيس السنغالي للاسف اللي كان تقريبا وحده في نيلسون مونديلا
كل المسؤولين على مستوى الفاف، وعلاش مشاو الى عنابه مع رئيس الكونفدراليه. اليوم لازم يكون عندك ناس تخدم في الكواليس، تخدم يعني سي ان جروب فيدرالية. ما لازمش يكون عندك، سامح لي، انسان واحد. لماذا في الجزائر انا او بعد الطوفان يعني حتى بعض الاسماء التي كانت يقال بانها تزن كثيرا لم تساعد الجزائر، في وقت الجزائر اعطت لها الكثير. البعض يقول حتى البعض بانه ساعدت اطراف اخرى، حتى التقت باشخاص اخرى. احنا ما ندخلوش في تاع ساعدت او لم تساعد، يعني احنا انا شخصيا ما عنديش هذه المعلومه. ولكن انا واش نقدر نقول ان هاد المسؤولين خاصة في كرة القدم دخلتهم الأنانية. يعني إذا ماشي هو ما يعاون، ما كأن يعني الجزائر ولا هاد العالم يتذكروا إلا كي يكون هو يقول لك والجزائر كي ما يكونش، يعني واش يدلي بتصريحات واش يفعل، يعني دو شوز كومبليتمون ديفيرونت. ولذلك اليوم حكيم انا يعني اليوم اتساءل، هل الجزائر عندها الا 4 ولا 5 اسماء؟ الجزائر عندها رجال، عندها منير طرح عليك فكره، عندها تعطيني اسم، عندها ولا اسم. انا نعطي لك مثلا كاين اليوم، نعطيك في المكتب الفيدرالي عندك حكيم الدان، اللي ماشي في المكتب الفيدرالي عندك عنتر يحيى. اليوم لازم اون دوا برود نو ريسبونسابيليتي. كاين لاعبين اللي عندهم مسيره كرويه تحكم حكيم الدان مثلا، ربح القاب افريقيه، عنده يعني ان غران بالماراس وين استوار في كره القدم، كان على راس هذه الهيئات اللي يعني نظمتها الجزائر، يعني الهيئه الكرويه في التظاهرات تقريبا نقدر نقول لك الى ريوسي في لا ميسيون تاعو. عنتر يحيى نفس الشيء، عنده ان باسي اللي لاعب كبير، لعب في المانيا، عنده اسم. ولذلك اليوم كما قال لك التجربه الكامرونيه ولا التجارب الاخرى اليوم عندنا، وكاين ناس اخرين ولو ما همش في يعني مجال اللي ما همش لاعبين قدماء، ولا ناس اللي راهم في كره القدم منذ سامحني منذ سنوات عندهم تجربه ايضا في افريقيا. ومنير بنقاسي، ما الذي يجب ان يتوفره الشخص المقبل على راس الاتحاديه ليكون عضوا في الكاف؟ مساء الخير منير بنقاسي، أجدد بكم التحية. 10 أيام فقط يستقيل جهيد زفيزف، قبله رحل عمارة بعام، وقبله رحل أيضا لعهدة واحدة اللي هو خالدين زتشي، قبله تقريبا ل20 عاما محمد روراوة. هل يجب لنا الكثير من السنوات حتى نكون أقوياء في الكاف؟ أشوف حكيم، لما دو كان نديروا يعني ان بتي ريزومي، كي دير كاين لي كونستا ومن بعد تمد دي سوليسيون. دونك كي دير لو كونستا، نولي مثلا الى عهده محمد روراوة. ولو حنا نعاودوا نفكروا ان كنا نقولوا من الجانب الخارجي، كان نقولوا يعني قدر يفرض نفسه في الشأن الداخلي، قلنا أن الكرة الجزائرية ما تسقمت. سياسيا دائما أقول هذا الشيء، كيف نصل إلى هذا الرجل؟ لا شوف، هذا اكيد واش راك تقول، لازم عمليه تصفيه كبيره كحكيم. هذا محيط متعفن، عندنا منظومه مريضه حكيم. الرابطات نفس الرؤساء اللي راهم يديروا هذا لاكومبوزون تاع الجمعيه العامه، لازم عمليه تطهير شامله. ملي تنوض صباح حتى الليل هي تخدم الا يعني كونتر الجيري. لكن زين هي وجدت الفراغ، ولكن اليوم حنا لقات الفراغ بيان سور لقات. ولذلك انا نظن اليوم الدوله انا نظن حان الاوان لتدخل الدولة، لأن بدون إرادة سياسية محضة وين الدولة تحط ناس. اليوم حكيم لو كاستينغ سهل. أنت اليوم نعطي لك مثال، اليوم أطول بطولة في العالم هي بطولة الجزائر، تقريبا 11 شهر. الناس راهي على بعد 21 يوم، اليوم الناس قريب الفا روبروند لو شامبيون تاعها. احنا البارح كملنا، اليوم نزيد لك. اليوم لما رئيس الفاف يستقيل والامين العام لم يستقيل، انا اليوم اذا منا للمساء الامين العام لم يستقيل، انا نقول لجهيد زفيزف غلط لو كان قعد، لانه ولات دار عمي موح. اليوم هذا الامين العام اذا هو يقعد والرئيس يروح ما درنا والو. اليوم معليش نقولوا النائب ايفا روبروند النيابه، ما نقدروش نخلوا المنصب شهرين قيس ما